بوبكر سادو بداعي الإصابة. محمد المغربي يمر في الجهة اليسرى، فرصة لعب الكرة بالعرض، تلعب بالعرض والهدف الأول. هدف أول عن طريق عدنان بالعيد. عدنان بالعيد 32 دقيقة 32 دقيقة، والهدف الأول يأتي لمصلحة فريق الأهلي عن طريق عدنان بالعيد. فوقت كان عن طريق محمد المغربي، جانب من الجماهير الحاضرة على مدرجات ملعب 11 من يونيو، والفرحة بهذا الهدف. إذا هدف أول، تتغير النتيجة. تابع الإعادة، محمد المغربي يلعب كرة تتهيأ لعدنان بالعيد بعد لمسة خفيفة من نادر كارا، يتعامل مع هذه الكرة، يضعها داخل الشباك لتعلن على الهدف الأول لمصلحة فريق الأهلي عن طريق عدنان بالعيد. تابع الإعادة، عدنان بالعيد في زاوية صعبة بالتأكيد. تعود عن طريق وليد السباعي بالراس إلى عدنان بالعيد، فرصة الآن تأتي لمصلحة فريق الأهلي. عدنان يمر يدخل داخل المنطقة، وركلة جزاء لمصلحة فريق الأهلي. ركلة جزاء لمصلحة فريق الأهلي وبطاقة صفراء للاعب اليسرى الشيني أعتقد. سنتابع الإعادة للكرة الأخيرة. تدخل ربما يكون عن طريق اليسرى الشيني في هذه الكرة. إذا اليسرى الشيني يتعرض على البطاقة الصفراء الثانية في هذه المباراة، جانب من الجماهير الحاضرة. وأبسط ركلة جزاء لمصلحة فريق الأهلي. نادر كارا وعبد السلام سلم. فرصة الهدف الثاني تأتي الآن، والهدف الثاني هذه المرة عن طريق نادر كارا. نادر كارا ينجح في الوصول مرة ثانية إلى مرمى الحارس عبد السلام سلم في 24 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. نادر كارا ينجح في إضافة الهدف الثاني لمصلحة فريق الأهلي. إذا نادر كارا وهدف ثاني اثر ركلة جزاء، طبعا لا يسأل الحارس عبد السلام سلم عن هذه الكرة. تابعوا الإعادة نادر كارا وعبد السلام سلم، وينجح نادر كارا في إضافة الهدف الثاني لمصلحة فريق الأهلي. استنى في اللعب الآن كلية، تعود لأحمد سعد الآن. أحمد سعد يرسل كرة من يقابل، والهدف الثالث يأتي عن طريق وليد السباعي. إذا وليد السباعي ينجح في إضافة الهدف الثالث بتمريرة طيبة من أحمد سعد. 35 دقيقة تحمل الهدف الثالث لمصلحة فريق الأهلي. وليد السباعي فرحة جماهير الأهلي، 3 أهداف مقابل هدف. أمامنا عبد السلام الكوت إداري فريق الأهلي، وحقيقة يجب أن يوجه تحية للإداري حسين تليش، حقيقة اللي بذل مجهود كبير مع فريق الأهلي في خلال هذا الموسم. تابعوا إذا الكرة الهدف الثالث بتمريرة عن طريق أحمد سعد، ونتمنى الإعادة من زاوية أخرى. لحظة انطلاق الكرة إلى اللاعب وليد السباعي، كانت هناك تغطية دفاعية. تابعوا الإعادة، وليد السباعي ينطلق بين قلبي الدفاع. تابع الكرة، تغالط الحارس عبد السلام سلم. هدف ثالث لمصلحة فريق الأهلي. بلان مراوغة في مراولة، يرسل كرة إلى أحمد سعد. أحمد الآن، أحمد الجنافي، أحمد سعد تعود دخول داخل المنطقة، فرصة تسديد، يفضل مراوغة، يلعب كرة، وهو فرصة هدف رابع، والهدف الرابع عن طريق حسام الجنافي. حسام الجنافي والهدف الرابع لمصلحة فريق الأهلي. هدف رائع للغاية. 40 دقيقة تحمل الهدف الرابع عن طريق حسام الجنافي. حسام الجنافي. والاستبدالين الآن، إذا استبدالين ورقتين يدفع بهم المدرب نور الدين السعدي. تابعوا الإعادة. 4 نقلات، والحسام الجنافي قلت لاعب يملك مهارة، يملك حس حقيقة رائع جدا، وربما المشاركة في المباريات